السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة لافوف كوكين. اليوم غادي نقدمو طاجين المشهور المغربي ديال الدجاج المشمن بالزيتون والحامض. يلا معايا باش نشوفوا المقادير والطريقه. كل ما كنحتاجو هي واحد الحامضه هنايا مصيره عندي اللي غادي نقوم بنحيد ليها داك اللب ديال الداخل، يعني ديك الباب اللي كتكون لداخل غناخدها وغادي نقوم بتقطيعها قطع صغيره. ومن بعد ما نحيد منها داك العظومه ديال الحامض كما كتشوفوا، وغادي نحتفظ بديك الجلده الفوقانيه ديال الحامض باش نستعملها في هذا الطبق. بعد هنايا غادي نقوم بإضافة القزبر المعدنوس. هنايا عندي الثوم مهروس أو مفروم حكوك، ملح وإبزار. هنايا فلفل أحمر يعني التحميرة الحلوة ولا فلفل حلو، كركم نخرقو من البلدي عفوا. وهنايا عندي الكوزة اللي غادي نقوم بالحك ديالها، يعني غير واحد قليل منها ماشي بزاف. ومن بعد نقوم بحك هذا السكينجبير الطري، مقدار ديال واحد ربع ملعقة صغيرة كما كتشوفوا هنايا. بعد غادي نضيف ربع كاس ديال زيت الزيتون. غنقوم دابا بدمج هاد التوابل هادي، وغادي نبدا نوضع في الدجاج باش نوضع فيه هاد التوابل. ودابا غادي نغطيه بالدجاج ببلاستيك غذائي وغنوضعو الثلاجة لمدة ساعة أو ساعتين. ومن الأفضل أنكم تخليوه ليلة كاملة باش يشرب الدجاج، يشرب ديك العطرية ديالو. كل ما شرب كل ما غيجي بنين أكثر. في طنجرة غادي نضيف جوج ديال البصلات اللي محكوكين. كما كتشوفوا راه دوك القطع اللي بقاو لي ما حكيتهمش خليتهم هكاك، غير قطعتهم غير بالسكين باش تجيني شويه الدغميره عاقده وتجي الدغميره بالزيت. هنا غادي نضيف ربع كأس ديال زيت الزيتون او زيت المائدة على حسب الاختيار ديالكم وعلى حسب الذوق. من بعد غادي نبدا نضيف في الدجاج. وبعد ما تحمر لينا الدجاج غادي دابا نقوم باضافه الزيتون وقطع ديال الحامض المصير. بالنسبه للحامض المصير هذاك انايا صنعته بنفسي في البيت. الا حبيتو نوريكم الطريقه ديالو نعمل لكم فيديو نوريكم انايا كيفاش صايبته. هو سهله، طريقه سهله جدا جدا، وكيوجد في اقل من اسبوع، يعني 3 ايام حتى 4 ايام يمكن لكم يعني تبداو في الاستعمال ديالو.
هنا غادي نضيفو كأس ديال الماء، ونحاولوا الماء دائما غير نصبوه في الجوانب، ما عمرنا ما نكبوه فوق من اللحم او الدجاج، لانه كتمشي ديك العطريه ودوك التوابل اللي كيكون من السم. الطاجين ديالنا صبح جاهز، والدجاج ديالنا طاب. الدغميره تعقدات كما كتشوفوا، عقدت وصبحت ثقيله، وصبح الطبق جاهز للتقديم. وهذا هو الطبق، كيجي رائع ولذيذ. نتمنى انكم تجربوه، لانه فعلا لذيذ وبنين بزاف بزاف. ما شهيتكم شهيتكم. والحلقة ديالنا وصلت النهاية ديالها. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء. وما تنساوش ديروا سبسكرايب للقناة، وديروا لايك للفيديو، وما تبخلوش علي بالتعاليق ديالكم. وإلى اللقاء، يا لا بروشين. دمتم في رعاية الله.